السلام عليكم يا جماعة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور، وأدخلكم الجنة إن شاء الله وفسيح جناته. معاكم محمد مطيري الملقب بنكة الشهير، إيطالي نور رحمة في الشاتات الصوتية بجميع مجالاتها. حياتي يا أخوان من 7 سنوات أو من 8 سنوات ونصف، وأنا يا أخوان والله العظيم من تعاسة إلى تعاسة، وأنا والله يا أخوان من انحطاط إلى انحطاط والعياذ بالله. تم بحمد الله يا أخوان السيطرة على نفسي، وكانوا الكثير والكثير ما يتوقع من هالكلمة من إيطالي، كانوا الكثير يا أخوان ما يتوقع الكلمة من محمد يقولها، لكن الحمد لله تم السيطرة وبإذن واحد أحد وبعون الله. اعتزالي من عالم الإنترنت، اعتزالي من عالم الإنترنت وبالأخص الشاتات الصوتية، ابتعدت ولله الحمد عن عالم يا أخوان كدر خاطري، عن عالم يا أخوان والله العظيم ما ذقت هنا النوم، والله يا أخوان ما ذقت طعم النوم، والله يا أخوان من انحطاط إلى انحطاط والعياذ بالله. يا ما أسر ويا ما أشرف الشريفات ويا ما يا شرفاء قذفتهم يا أخوان، ياما وياما 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 والعياذ بالله. أحب أقول لكم يا أخوان موقف والله العظيم، والله العظيم يا جماعة أقسم بجلال الله، موقف أقسم بالله يا أخوان أبكاني 3 أيام بلياليها، والله العظيم يا أخوان أبكاني 3 أيام بلياليها ولا ذقت طعم النوم. يشهد علي الله يا جماعة أني أحبكم في الله، أقسم بجلال الله عشت معاكم ليالي، وعشت معاكم أيام، وعشت معاكم أسر، وعشت معاكم ياما وياما، وتفرقنا وياما ياما تقربنا حتى في الجوال وخارج النت، لكن والله يا أخوان اللي حنا نسويه هذا حنا عايشين في غفلة، والله يا جماعة عايشين في غفلة، والله يا أخوان ما في سعادة، ويشهد علي الله ما في سعادة يا جماعة. يا أخوان حصل لي موقف أبكاني 3 أيام، هذا الموقف يا جماعة قبل 5 أيام وهذا 6 يوم. موقف يا جماعة الساعة 7 الصبح، اتصالات على جوالي يمكن ما يقارب 7 اتصالات إذا 8 اتصالات، رديت يا أخوان يمكن ما يقارب 10 اتصال مع كثر الاتصالات، أنا نايم رديت يا جماعة إلا هذا صوت بنت تبكي، والله يا جماعة تبكي وخانقتها العبرة، خانقتها العبرة ومخنوقة، تقول لي يا محمد اترك اللي انت جالس تسويه، يا محمد ابتعد عن اللي انت جالس تسويه، يا محمد انت عايش بغفلة. والله يا جماعة وقفت ماني عارف الاتصال هذا جاي من منو، ما أعرف من هي هذه ولا أعرف الاتصال من مين. قلت أنت مين يا بنت الناس، علمين أنت مين؟ قالت لي ما راح أقول لك أنا مين، أنا براح أقول لك اللي عندي وبقفل جوالي، والله ما عاد تسمع هالحس ولا عاد تسمع هالصوت. يا محمد أنا تحلمت فيك حلم والعياذ بالله يا رب إنه ما يتحقق. قلت وش الحلم؟ قالت لي يا محمد أنا تحلمت فيك حلم إنك جالس يا محمد وحولك عقارب تقرصك، فوق راسك عقارب وفمك عقارب وعلى يدك عقارب وعلى فخوذك عقارب تقرصك يا محمد، وانت تصيح وانت تصيح وجالس تبكي ما تقدر تشيل هالعقارب منك. يا محمد ابتعد عن اللي انت جالس تسويه. والله يا اخوان، والله يا اخوان لا شعورية نزلت دموعي، لاني عارف انا ايش جالس اسوي، لاني انا عارف وش جالس اسوي في النت، عارف بغض النظر عن اللي ما يسوون. حنا نخش مجالات يا اخوان تغضب رب العالمين، حنا نخش يا اخوان مجالات والله العظيم تهز عرش الرحمن. يا ما شاهدنا زنا، يا ما شاهدنا لواط، يا ما وياما يا اخوان اللي حنا نملكه هذا امانة عند رب العالمين، والله العين هذه امانة عند رب العالمين، والله اللسان هذا امانة عند رب العالمين، والله السمع هذا امانة عند رب العالمين. يوم القيامة بيسألك ربي انت ايش جالس تسوي، وش سويت يا عين؟ بتقول رأيت محرمات. وش سويت يا لسان؟ بتقول قذفت شريفات، قذفت وفعلت. وش سويت يا رمش؟ وش سويت يا خشم؟ وش سويت؟ جلست أفكر يا أخوان بالموقف اللي حصل لي من الفتاة من خلال أسبوع، وأنا والله العظيم 3 أيام بلياليها ودموعي تذرف، والله يا أخوان 3 أيام بلياليها ودموعي تبكي، لأني ماني محصل سعادة،
لأني ماني محصل والله العظيم وناسة. جلسنا على النت 24 على 24 ما حصلنا الفلة، والله المسمى بالفلة ما حصلناه. خلنا نجبر رب العالمين. شوفوا يا أخوان، كانوا يسموني بطليق اللسان، كانوا يسموني بالملسون، كانوا يسموني هذا إيطالي رحمة ما حد يقرب عنده بجميع مجالاته. والله يا أخوان إن لساني الآن ثقل، والله يا جماعة إن لساني الآن ثقل. صرت ما عاد صرت أسولف، والله صرت ما عاد صرت أتكلم. خلاص صار عندي كل شيء، ضعف مادي يا أخوان، ضعف جسدي، ضعف حتى أسري. والله العظيم عقوق والدي، والله العظيم المادة ما عاد صارت تجلس. والله يا جماعة حتى النوم والله ما تهنى بالنوم. يشهد علي الله أنا ما أبغى أذكر أسامي من أصحابي معي، لا والله ما أذكر أساميهم، لكن هم عارفين نفسهم إن والله العظيم ما هم سعيدين. والله يا جماعة ما فيها سعادة، والله يا أخوان ما فيها سعادة. يا أخوان يا ناس توفت، يا أخوان روحوا نص ساعة بس ولا ساعة، روحوا زوروا المستشفيات، شوفوا يا جماعة العالم المرضى، شوفوا يا جماعة العالم المشلولين، شوفوا يا جماعة العالم المجلوطة. شوف احمد ربك، قول الحمد لله يا رب. حنا نخش شاتات صوتية ومنحرفة، نخش أماكن يا أخوان، وكل همنا وشه إني أرضي فتاة ولا أني أرضي فتاة. ترضيها تغضب رب العالمين يا ولد الناس، ترضيها والله تغضب رب العالمين. والله العظيم يهز عرش الرحمن على اللي انت تسويه. في النهاية وشه زنا، في النهاية وشه لواط، أعوذ بالله. والله يا جماعة والله العظيم يا أخوان أنا محدثكم، أنا اللي جالس أسولف معاكم الآن وكلكم تعرفوني، كلكم تعرفوني إيطالي، وكل أبوكم يلي تعرفوني بتعرفون وش كان يسوي. يا أخوان أنا تعرفت لي على بنت ما أبغى أذكر اسمها ولا راح أذكر اسمها في أي شيء، لكن البنت هذه معروفة ولا راح أقول من هي. مرت أيام يا أخوان تعرفت عليها وكذبت عليها، واجهتها وقابلتها يا أخوان، وصار اللي صار وصار اللي فعل، وغضبنا رب العالمين والعياذ بالله. كله عشان وشو؟ كله عشان نرضي الشيطان، كله عشان نرضي الغفلة اللي حنا عايشين فيها. مرت الأيام يا أخوان ومرت الأيام، كنت أتكلم عليها في الشاتات ومعروف لساني، متعوذ الله منه، معروف لساني والله ما حد سلم منه، والله ما حد سلم من لساني. مرت الأيام وجت الأيام يا أخوان، أقسم بجلال الله، أقسم بجلال الله يا جماعة إنها مشلولة نصفيا الآن، والله العظيم يا أخوان حتى هي أغضبت ربها، والله مشلولة نصفيا الآن. وكثير من العالم اللي تعرفها راح تعرف وتقول فعلا إنها مشلولة نصفيا الآن. والله يا أخوان هذا كل أبوه غضب من رب العالمين. ما حنا نرضي ربنا، والله ما نرضي ربنا، ما في سعادة. لجلجنا، شربنا، تعطينا مخدرات، تعطينا كل شيء ولا استفدنا حاجة، والله ما استفدنا حاجة. عشنا بعالم النت بكل شيء، والله يا أخوان ما فيها سعادة، ما فيها أي سعادة. يشهد علي الله أنها من انحطاط لا انحطاط. وش هدفنا الوحيد؟ نرفع موقع عشان وشه؟ نغضب رب العالمين. أنا أول مرة أشوف والله العظيم في يعني أنتوا عارفين الخطأ وعارفين الذنب وعارفين الشيء اللي يغضب ربنا، يعني أنت صاحب موقع وصاحب موقع انحرافي، تروح تضرب الشات هذا وتروح تضرب الشات هذا وتروح تضرب الشات هذا عشان ترفع موقعك وعشان تزيد الذنوب على ظهرك. يا أخي وين التفكير ذا اللي جالس يلعب فيك الشيطان؟ تضرب موقع ذا وتضرب موقع ذا وتضرب موقع ذا عشان ترفع موقعك، والآن متشاهد أشياء تغضب ربها وكل الذنوب على ظهرك، والله كل الذنوب على ظهرك. هل هذه شطارة؟ هل هذه يعني أن أقول أنك بطل؟ هل هذه أن أقول بسم الله ما شاء الله أنت رسول مبعوث؟ أنت والله العظيم من انحطاط لا انحطاط، ما راح تعرف رب العالمين إلا لين تنقرص قرصة من أقرب الناس لك. والله يا أخوان أقسم بالله أنا ما أبغى أتكلم كثير ولا أبغى أطيل عليكم، لكن يشهد علي الله يا جماعة وانت تذكروني أنا مسكت موقع، والله يا أخوان ما تهنى بطعم النوم، والله يا جماعة أني ما تهنى بطعم النوم في كل شيء، وأني تعيس بكل حاجة. ما أحب أطيل عليكم ولا أحب أقولكم أي شيء، لكن أبغى منكم شيء واحد، اللي يسمعني ويعرفني وحاقد علي ولا زعلان مني، أحب أقول لك أنا أقولها بطعمة اللسان وبقوة لساني وبالفم المليان، أنا راجيك وأطلب من الله ثم أطلبك السموح.
أنا طالبك يا ولد الحلال أو يا بنت الناس السموحة، والجؤوا الرب العالمين، تكفون يا جماعة، تكفون. أنا طالبكم والله يا أخوان، أقسم بجلال الله أننا عايشين بغفلة. لكن ما أحب أطول عليكم يا جماعة، واشتروا ما واجهتوا. أنا بيكون دخولي على الماسنجر عن طريق الجوال، حلو، الشاتات الصوتية والإنترنت. الحمد لله، الحمد لله يا رب ابتعدت عنها، وصر الله أني أبتعد عنها. كان أول أني أبتعد شهر شهرين وأرجع، يمكن الاتصال موجود والجهاز موجود، لكن أبغى أدعس على نفسي وأبغى أدعس على قلبي، وبكسر الجهاز وبكسر الإنترنت وبلجأ الرب العالمين. السموحة يا جماعة، وفمان الله، وربي إن شاء الله يسعدكم، وربي إن شاء الله يوفقكم. لكن اللي حنا كنا نسويه ترى والله ما في سعادة، ترى والله ما في سعادة، وانتم عارفين الشيء ده. فمان الله يا أخوان، والله يوفقكم يا رب.